بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء طلاب التعليم المدمج، أهلا بكم ومرحبا. سعيد أن ألتقي بكم مرة أخرى، فقد التقينا في الفصل الدراسي السابق في مادة البلاغة والنقد الأدبي، واليوم نلتقي في منهج أو في مقرر آخر، وهو مقرر من وجهة نظري من المقررات المهمة جدا، وهو مقرر على كل طلاب الجامعة، سواء كان طالب في كلية هندسة أو في كلية طب أو في كلية زراعة أو في التعليم المدمج، وهو مقرر التفكير النقدي. هذا المقرر من المقررات المهمة والتي ينبغي على كل طالب وعلى كل باحث أن يدرس هذه المادة ويدرسها بعمق، لأنها تساعده كثيرا في المستوى أو في تحقق التقدم العلمي والعقلي، وأيضا في حل مشكلاته اليومية. وهذا هو الجديد في هذه المادة. هذه المادة تهدف إلى تنمية المهارات العقلية من خلال التفكير النقدي، وهذه المادة أيضا في غاية الأهمية، لأنها تبصرنا بأننا لن نحقق أي تقدم ولا أي نهضة إلا عن طريق تغيير طرق التفكير. ولا يمكن أن ندخل إلى عصر جديد، سواء في الحياة الفردية أو على مستوى الوطن أو العالم العربي أو العالم بصفة عامة، دون تغيير طرق التفكير والتحول نحو التفكير العلمي النقدي. لن يكون هناك أي إصلاح اقتصادي ولا تنمية شاملة ولا تأسيس خطاب ديني جديد بشكل خاص بدون تطوير طرق التفكير. معنى تطوير طرق التفكير، لماذا؟ نحن جربنا أنظمة كثيرة، أنظمة رأسمالية وأنظمة اشتراكية وأنظمة كذا، وكل حكومة وكل حاكم يأتي يكون من أهم أهدافه النهوض، ولكننا في الحقيقة نرى كثير من الأمم تنهض ونحن نتراجع. حتى لو كنا في مكاننا فهناك من يسبقنا إذا نحن نتأخر. ولماذا؟ لأننا لم نغير طرق التفكير. محاولات طرق التفكير من الطبيعي أن تواجه بالهجوم، وخاصة من قبل الذين استناموا إلى طرق التفكير التقليدية وأحبوا أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه. ولكننا عندما نأتي إلى كل الأنبياء سنجد أن سر نجاح دعوة كل نبي في تغيير طرق التفكير، بل كان من مهامه في رسالته أن يغير طرق التفكير السائدة في قومه. ولنا في سيدنا إبراهيم عليه السلام تجربة ثرية جدا في تغيير طرق التفكير والانتقال بتفكير قومه من التفكير الحسي إلى التفكير العقلي، من قوم يعبدون الكواكب والقمر والشمس وكلها حسية إلى الإله الواحد غير الحسي. وأنكر عليهم عبادة الأصنام وسألوه إن كان هو حطمها، فقال له بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. محاولة ساخرة في تقديم المنطق العقلي وبيان أن هؤلاء لا يفعلون شيء، وهم من شهدوا بهذا وقالوا إنهم لا يفعلون. طب إذا كانوا لا يفعلون شيء فكيف تعبدونهم؟ هنا استخدم معهم المنطق العقلي والحجة العقلية والحجاج، وهذا
ما جعل جامعة القاهرة في إطار النهضة، وفي إطار تطوير العقل المصري، وفي إطار بناء الإنسان العصري، أن تجعل هذا المقرر على كل طلاب الجامعة، على كل طلاب الجامعة. هذا المقرر كما سنستعرضه في هذا اللقاء. أما في اللقاءات القادمة فأحب أن أنوه إلى أن هناك فيديوهات، وهناك شرح وافي، وهناك أسئلة على كل الفصول سوف تقدم لك من خلال الفيديوهات التي ستكون على موقعكم بإذن الله. لكننا الآن سنستعرض بعض جزئيات، أو سنستعرض هذا المنهج ومما يتكون هذا المنهج وأهدافه. ثم في المحاضرة القادمة، أو في المحاضرات أو في اللقاءات القادمة، سوف نأتي بمجموعة من الأسئلة على هذا المنهج، علما بأن هذا الامتحان أو هذا الاختبار في كل كليات الجامعة يكون بنظام الأوبن بوك، يعني أنت تصطحب معك الكتاب في اللجنة، وهذا جديد عليكم. هذه واحدة. الثانية والأهم أن هناك أسئلة تأتي من خارج الكتاب، يعني تطبيقات على الأشياء النظرية التي ذكرناها في الكتاب. هديك مثال. مثلا أنت عندك تعريف للأسلوب الخرافي، والأسلوب الخرافي يتحكم في أشياء كثيرة في حياتنا اليومية، ويطالعنا هذا الأسلوب في كل كبيرة وصغيرة، حتى يكاد يعني نقول إنه ما من يوم أو ما من موقف إلا ونجد فيه بعض التفسيرات الخرافية. كيف هذا؟ سأعطيك مثلا بعض الأمثلة. كلنا يعلم أن هناك من يزعجه عندما يرى الشبشب المقلوب، ويقول لك اعدل أو قم بهذا عدل هذا الشبشب لأنه، أو الحذاء، لأنه سيأتي بالخراب عندما يكون مقلوبا. أو من يلعب بالمقص كده كويس، ويقولون أن هذا يؤدي إلى الخراب. أو سيادتك تذهب إلى الاختبار بقميص معين، فتجيب إجابة طيبة، فتصر على أن ترتدي هذا القميص في كل امتحان، وكأن السبب في التوفيق ليس المذاكرة وليس سهولة الامتحان، ولكن هذا القميص. وكثير منا يفعل هذا، وكثير منا يتشائم عندما يرى بعض الأشخاص، فعندما يراه صباحا يشعر بأن الدنيا قد اسودت، وأن هذا نظير شؤم، لأن فلان هذا كذا. أيضا هذا موجود ويطالعنا بكثرة. أيضا نجد هناك من يتفاءل برؤية أشياء أو يتشائم. مثلا إذا يعني وقفت تحت شجرة ووجدنا عصفورا قد فعل كذا، يقولون لك هذا نظير طيب، وهذا بشرة كسوة، وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء لا أساس لها من الصحة، وتتحكم فينا بشكل كبير، والأمثلة كثيرة جدا. من يضع حدوة على باب المنزل لمنع الشر والحسد، ومن يضع حجابا، ومن أشياء كثيرة جدا تندرج تحت الأسلوب الخرافي. بل لو جلسنا وتتبعنا هذه الأشياء ستجد أنها تتحكم فينا بشكل كبير،
وتطالعنا في كل يوم، ونحن قد نستنكر هذا الأسلوب. ومع ذلك عندما ونحن أطفال مثلا، فيها إيه لما يكون الحذاء مقلوب؟ ولكن عندما تكبر تجد نفسك تقول لابنك نفس الحكاية، واعمل الشبشب لأنه نظير كذا. طبعا ده من الأساليب الخرافية، وهناك أساليب كثيرة للتفكير. هذا المنهج مكون من افتتاحية و7 فصول مقسمة على 3 أبواب. في الباب الأول التفكير النقدي بيتحدث عن الأسس والمبادئ. في الفصل الأول ندرس التفكير النقدي وتوجهات دراسته وتعلمه. لماذا نتعلم التفكير النقدي؟ سؤال مطروح، وضرورة تعليم التفكير النقدي ووسائله، ثم توجهات تعليم التفكير النقدي. هذا هو السؤال أو الموضوع الأول في هذا الفصل. ونأتي لبعض الأمثلة التوضيحية. نحن في حياتنا اليومية نواجه عديد من المشكلات. نواجه سواء طبيب أو مهندس أو زراعي أو محامي أو محاسب، أي مهنة من المهن، في كل يوم تطالعنا المشكلات. بل طبيعة العمل وطبيعة الحياة من بيع وشراء وإبداء الآراء في القضايا الاجتماعية والدفاع عن النفس ضد التهم التي ينسبها لي مثلا أحد أقاربي أو أحد زملائي، أو إقناع والدي بأن أفعل كذا، أو إقناع ابني. كل هذه مشكلات تواجهك، لابد أن نستخدم فيها طرق التفكير النقدي، لأن هذه الطرق تحل لي المشاكل بنوع من الإقناع ونوع من السلام ونوع من الانضباط. وسوف نتحدث عن هذا حتى على مستوى الأسرة المصرية. نجد خلافات كثيرة جدا جدا بين الأب وبين الأبناء، بين الزوج وزوجته. طيب، هذه المشاكل بهذا ونسب الطلاق بسبب أننا لا نستطيع أن ندير المشاكل بطريقة صحيحة، وأن نحل هذه المشاكل في ضوء المنهجية العلمية وفي ضوء التفكير النقدي. مثلا المحامي بيواجه في عمله بعض الأمور. قضية يريد القضية. ما هي القضية؟ هي مشكلة يريد حل هذه القضية. طب لكي يحل هذه القضية يحتاج إلى الوثائق كويس، وهذه الوثائق عبارة عن مستندات، محاضر، أقوال، شهود، وينبغي عليه أن يقرأ قراءة عميقة ويحلل هذه الوثائق تحليلا نقديا، قراءة نقدية، لكي يستطيع أن يستخلص وأن يصل إلى الحقائق. وأمامه أشخاص يتعامل معهم، وهم الضابط، وكيل النيابة، القضاء، الشهود، العميل، ويحتاج معهم إلى نوع من المحاجاة والإقناع حتى يستطيع أن يصل إلى حل المشكلة. أيضا الجغرافي أو المفاوض أو المؤرخ، هناك مثلا قضايا خلافية بين دولتين أو بين عدة دول. لكي نحل هذه القضايا يحتاج أيضا إلى الوثائق التاريخية، إلى الخرائط، إلى الكتب، إلى المراجع، إلى القوانين الدولية، إلى المعاهدات الدولية. وهناك أشخاص مثل القضاة الدوليون، المحامون عن الأطراف، المفاوضون، أجهزة الإعلام. من أجل أن يتعامل مع هؤلاء يحتاج إلى المحاجاة والإقناع. حتى الطبيب، عندما نذهب إلى طبيب فهناك حالة المريض مشكلة، وهو يحتاج في حل هذه المشكلة إلى وثائق وإلى تقارير أشعة وإلى تحاليل، ثم يحتاج أيضا إلى إقناع أهل المريض، إقناع المريض. ده كله إذن مهارات حل المشكلات
كتحديد الأهداف وجمع المعلومات وصياغة المشكلة وتوليد الأفكار وتقييم الحلول والتخطيط لتنفيذ هذه الحلول. هذا كله يدخل في إطار آه، التفكير النقدي. عندنا مشكلة أو تحدي ولا بد من حل نقدي للمشكلات. هذا الحل النقدي يستلزم مهارات القراءة النقدية والتحليل النقدي ومهارات المحاجاة والإقناع. المحاجاة يعني الحجة، الدليل، البرهان. لأن المشكلة إيه هي المشكلة؟ المشكلة في أبسط الصور سؤال محير أو موقف بيتطلب إجابة أو تفسير أو حل. طلب إجابة أو تفسيرا أو حلا. موقف معين يحتوي على هدف محدد يراد تحقيقه. موقف يثير الحيرة، موقف يثير القلق، موقف يثير التوتر، اختلال في التوازن المعرفي أو الوجداني لدى الفرد. فكل ده مشكلة. طيب حل المشكلة هي عبارة عن الإجابة عن الأسئلة التي تنطوي عليها هذه المشكلة، أو عملية اختيار بين عدد من بدائل الحلول للوصول إلى الهدف أو الحل الصحيح. فعندي طريقتين في حل المشكلة. عندما نأتي إلى حل المشكلات نجد أننا نتجه إلى سلسلة مراحل عقلية أو خطوات يتم بمقتضاها الوصول إلى حل المشكلة. فإذا كان مثلا الهدف الوصول إلى حلول تقليدية، فده هيخلينا نتجه إلى عمليات الحل التقليدي للمشكلات. هنجيب المشكلة، نعمل التفكير التحليلي اللي هو تفتيت المشكلة وفهمها، وبعدين التفكير الاقترابي الاتباعي وهو توليد الأفكار والحلول المعتادة للمشكلة، وبعدين يأتي التفكير الناقد وهو تقييم هذه الحلول واختيار الأفضل. طيب إذا كان الهدف المطلوب هو الوصول إلى حلول جديدة، وهذا ما يسمى بعملية الحل الإبداعي، فأيضا نمر بمجموعة من المراحل. التحليل، التفكير التحليلي، إن أنا بفتت المشكلة وأفهم المشكلة. وبعدين التفكير الافتراقي الإبداعي، ده بقى بولد أفكار أو حلول غير معتادة أو غير تقليدية. وفي النهاية أعود إلى التفكير الناقد عندما نطرح كل هذه الحلول لنقيم الحلول ونختار أفضل هذه الحلول. نقول إن آه، القراءة النقدية تتطلب من الفرد التفكير في الشيء الذي يقرأه، فلا يكون متلقيا سلبيا لما يقدم له من المعلومات. القراءة النقدية شكل من أشكال القراءة التي تستهدف تنمية مهارات الأفراد. القراءة النقدية تجعلنا نتفاعل بوعي مع النص المقروء، ونتبنى مواقف ووجهات نظر نقدية، ويصبح لدينا القدرة على التمييز، تحديد أوجه الشبه والاختلاف والعلاقة بين الأسباب والنتائج. وأيضا القراءة النقدية سواء كانت لنص أدبي أو لقاعدة علمية أو لمعنى حبيس، هذه القراءة تتطلب الوعي، وتتطلب أيضا أن يمتلك الفرد القدرة على المحاجاة. ماذا نقصد بالمحاجاة؟ المحاجاة هي قدرة الفرد على التفنيد ودحض حجج الطرف الآخر بالأدلة والبراهين الاستدلالية والواقعية. يعني عندما نتلقى نص، نحن لا نتلقاه كمتلقي سلبي، ولكن لابد أن يكون لي موقف. فهل هذا الرجل الذي يخاطبني سواء من خلال كتاب أو نص مقروء أو نص مسموع، هل خطبة مثلا أو كذا، هل يستخدم أدلة وبراهين استدلالية سليمة؟ ومن ثم في المحاجاة أنا أستطيع أن أدافع عن آرائي وأقدم حجج لإقناع الطرف الآخر بها إذا كنا نتحاج حول قضية خلافية. المحاجاة تتضمن عمليتين رئيسيتين:
العملية الأولى التفنيد، وهي عملية بيتم فيها إثبات أن صحة حجج الطرف الآخر أو النتائج المترتبة عليها أو المستمدة منها حجج زائفة أو خاطئة أو ليست ذات قيمة أو مشكوك فيها. ثم الإقناع من خلال أن أنا أستخدم مجموعة من الحجج التي يستدل بها الفرد على صحة دعواه أو صحة ما ذهب إليه. إذن تبين لنا مما سبق مدى حاجتنا إلى التفكير النقدي. فالتفكير النقدي نستطيع أن نواجه مشكلات الحياة اليومية، ونستطيع حل هذه المشكلات، ونستطيع أن نتدرب على المحاجاة لحل الصراعات وفض النزاعات والتلقي الناقد للنص المقروء. ونستطيع من خلال التفكير النقدي مواجهة الأساليب الدعائية والإعلامية المضللة، ونستطيع أيضا مواجهة المشكلات التعليمية والتربوية التي تواجهنا. كان في مقولة جميلة لنجيب محفوظ بيقول إن إحنا من أبرز أمراضنا العقلية الشائعة أننا نفكر كثيرا بعواطفنا ونحن لا ندري. نحكم العاطفة ونغلب العاطفة على صوت العقل. يعني مقالة مهمة، لكن عندما نلجأ ونقول التفكير النقدي ومواجهة مشكلات الحياة، أولا عن طريق التفكير النقدي أستطيع أن أحسن طرائقي في التفكير، أكون الشخصية الفعالة، أكون متعلم فعال، أكون متلقي فعال للرسائل الإعلامية. كيف يقوم التفكير النقدي بتحسين طريقة التفكير، أو كيف نحسن طرائق التفكير بصفة عامة؟ لابد أن ننظم الأفكار، وأن تكون هذه الأفكار واضحة، موجزة، متماسكة. أيضا أن نختار اللازم والمفيد من المعلومات. عندي مشكلة، هناك معلومات أساسية لابد أن أعرفها عن هذه المشكلة. من وراء هذه المشكلة؟ من أطراف هذه المشكلة؟ كيف نشأت؟ إثارة الأسئلة والانفتاح على إجابات هذه الأسئلة، وتحليل ونقد الأفكار، والاستدلال الفعال، والتمييز بين الاستدلالات المنطقية الصادقة والاستدلالات الكاذبة. أيضا وجهات النظر، وفحص ما تحتوي عليه من افتراضات أو نتائج، واستخدام الأدلة بمهارة، والتريث عند الحكم. كل هذا، والدفاع أيضا عن الحجج والأدلة، والتعرف على ما في آراء الغير من مغالطات. إذن التفكير النقدي عندما نحقق هذه الطرق في التفكير سوف يجعل هناك شخصية تتسم بالموضوعية والمشاركة الفعالة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة والتحديات التي تواجه الفرد. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي تكوين المتعلم الفعال، لأننا أتحول من التعلم إلى التفكير، والتفكير فهم أعمق للمحتوى المعرفي كده كويس بالنسبة للمتعلم. أيضا كيف أتلقى الرسائل الإعلامية اللي بتيجي في التلفزيون، سواء عن طريق برامج موجهة، برامج التوك شو، برامج إعلانات. كيف أتعامل مع هذه الأشياء وأحلل الرسائل الإعلامية وأعرف أين يكمن الخطر أو التلاعب بالعقول. في التفكير النقدي وحل المشكلات بنقول إن إحنا الفرد بيتعرض على مدار اليوم لعديد من المواقف التي تنطوي على مشكلة. المواقف دي ممكن تبقى في المنزل أو في العمل، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،
والتكنولوجية أدت إلى ظهور عديد من المواقف المتلاحقة، ووجدنا القرارات أيضا التي يتخذها الإنسان تجاه بعض المواقف، سواء المواقف الآنية أو المواقف المستقبلية. هذه كلها تحتاج إلى العمق والدراسة وبناء هذه القرارات على أسس. إذن عندما نشير إلى عملية حل المشكلات، فإحنا بنقصد بسلسلة المراحل العقلية اللي احنا قلنا عليها: عملية الحل التقليدي وعملية الحل الإبداعي، وكل عملية لها طريقتها. وإذا هناك ضرورة بين التوازن بين التفكير الإبداعي والتفكير النقدي، لأن هناك من يقدم لك أفكار كثيرة جدا جدا جدا، وده ممكن نقول انفجار في الأفكار، ولكن لا نستطيع أن نقف على الفكرة الصحيحة إلا عن طريق التفكير النقدي. القراءة النقدية تتطلب من الفرد التفكير في الشيء الذي يقرأه، ولا يكون متلقيا سلبيا، عنده قدرة على فهم المقروء، على إدراك هدف الكاتب من كتابة الموضوع، قدرة على الاستنتاج، قدرة على الحكم على الكاتب والتعرف على التوجهات الفكرية، قدرة على كشف تحيز الكاتب وعدم موضوعيته، الأيديولوجية التي تحكم هذا الكاتب أو الخلفية العقائدية أو التوجه، والقدرة على الحكم على النص حكما موضوعيا يستند إلى المسلمات العلمية العقلية. التفكير النقدي يجعلنا نتدرب على المحاجاة لحل الصراعات وفض النزاعات، واحنا قلنا عندي مرحلة التفنيد ومرحلة الإقناع، والمحاجاة آلية لحل الصراعات وفض النزاعات وإزالة سوء التفاهم المتبادل بين الأطراف، فنجعل الأطراف عن طريق النقاش العقلي يسهمون بقدر كبير في حل المشكلات داخل الجماعة، اعتمادا على عمليات الإقناع، إقناع الآخر بالأدلة وتفنيد الدعاوى، بدلا من أن نلجأ إلى طرق أقل تحضرا كأن يعتدي الطرف على آخر أو يهينه أو يتهمه. لابد أن نقوي الروح النقدية بين الأفراد وبين الجماعات بما تنطوي عليه من تدريب على المنطق، الاستدلال، نقلل من احتمالات أن يقعوا في الاستدلالات الزائفة التي يتعرضون لها بلا انقطاع. بعد ذلك نتحدث عن المؤسسات التربوية، والمؤسسات التربوية تواجه عديدا من المشكلات التي تعترض عملية تطوير التعليم، وعلى رأسها عندنا بعض المؤسسات تعتمد على المناهج الدراسية التي تهدف إلى الحفظ والتلقين فقط، وهذا الحفظ وهذا التلقين يعني عدم القدرة على مواكبة التغيرات الناتجة عن العولمة أو الانفتاح على العالم الخارجي أو التقدم التكنولوجي. ومن ثم فنحن نحتاج إلى تغيير المناهج وتغيير طرق الشرح وتغيير طرق الاختبارات لكي ننهض. إذن التفكير النقدي ليس خيارا تربويا فحسب، بل أصبح ضرورة تربوية لا غنى عنها، هو أحد أهداف التربية المعاصرة الآن، ويرجع إلى تنمية قدرة التفكير عند الطلبة، وهذا يؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى المعرفي. التعلم في أساسه كويس عملية تفكير، ولكن لابد أن نوظف هذا التفكير وأحوله إلى كيف نكتسب المعرفة، وبدل أن يكون عملية خاملة تهدف إلى الحفظ والتلقين، لا، تكون عملية نشطة تفضي إلى إتقان أفضل للمحتوى التعليمي. بنقول أيضا التفكير النقدي يساعدنا
في مواجهة الأساليب الدعائية والإعلامية. على الرغم من الدور الإيجابي اللي بيمارسه الإعلام ونشر الثقافة، وأصبح العالم آه، آه، قرية صغيرة، لكن بعض المصادر الإعلامية تكون موجهة ولها قدرة على الخداع وتزييف الوعي الجمعي وتبديل الحقائق، وأنه لا مفر ولا مهرب من سطوة تأثير وسائل الإعلام علينا. لكن من خلال التفكير النقدي نستطيع أن نصل إلى مدى مصداقية الرسالة الإعلامية المقدمة عن طريق بعض الأسئلة: لماذا يجري عرض هذه الرسالة الآن؟ ما الرسالة المستترة خلف هذا المحتوى الإعلامي؟ من الذي قام بإنتاج هذه الرسالة الإعلامية؟ وما الانتماء الفكري؟ طب في أي دولة جرت صناعة هذا المحتوى الإعلامي؟ ما الأهداف الحقيقية لصانع هذا المحتوى؟ طب هل هذا المحتوى رأي أم حقيقة أم الأمر مختلط؟ ولا بد أن نفرق بين الرأي والحقيقة. فالحقيقة هي الثابتة ثبوتا قطعيا لا يقبل شك، كده كويس. أما الرأي فقد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ. الخلط عندنا عندما تتحول هذه الآراء وإلى حقائق، ونقول أن هذه حقيقة وقال بها فلان، فلان هذا صاحب رأي، كده كويس. فلا بد أن نفرق بين الرأي والحقيقة. يعني عندما نقول مثلا إن زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذه حقيقة لا تقبل للجدل ولا الشك. طيب، إذا قلنا إن كلية دار العلوم أصعب من كلية الآداب مثلا، أو أصعب من كلية التجارة، هذا مجرد رأي، هذه ليست حقيقة. تعلم اللغة الصينية أصعب من تعلم اللغة الإنجليزية، هذا رأي وليس حقيقة. إذا هناك فارق، لأن هناك من يرى أن تعلم الصينية أسهل، كده كويس. فهناك فرق بين الرأي وبين الحقيقة. طيب، أيضا عن طريق التفكير النقدي، هل المصادر التي استندت إليها المادة المقدمة لي مستمدة من مصادر موثوقة؟ هل هناك مصدر موثوق أستطيع أن أعود إليه؟ أظن نحن في حالة كورونا، سلم الله أولادكم وأسركم، وسلم الله مصر من هذا الوباء. في ظل كورونا وجدنا كم من الشائعات وكم من الأباطيل ورسائل كثيرة جدا، كده كويس. وبعضها ينسب إلى المجهول، يقول لك صرح مصدر مسؤول بوزارة كذا. من هذا المصدر المسؤول؟ ها؟ من هو؟ وما هويته؟ هل يمكن التحقق من صدق هذه المادة؟ ما مدى العدالة في عرض الآراء المختلفة إن وجدت؟ وده بيحصل في برامج التوك شو. يبقى القناة لها توجه معين، فتأتي بشخصية وتعطيها مساحة كبيرة على حساب الشخصية المعارضة لهذه وجهة نظر القناة. ودائما المداخلات والمقاطعات تأتي مع الشخصية التي لا تمثل وجهة نظر القناة، بل قد يأتي بشخصية قوية صاحبة حجة ومفوه وبليغ يعبر عن وجهة نظر أو توجه القناة الأيديولوجي، ويأتي بشخصية هشة تمثل وجهة النظر الآخر، وكأنه يحدث نوعا من التضليل أو غسيل المخ للآخرين. ده يعني توجهات تعليم التفكير النقدي كما قلنا. وهذا المنهج كما نقول منهج يحتاج إلى قراءة واعية، منهج يحتاج إلى يعني تركيز شديد،
منهج يعلمنا أشياء كثيرة في الحياة. آه، هنجد في توجهات في دراسة التفكير النقدي، مثلا التوجه الفلسفي، التوجه المنطقي، التوجه النفسي، التوجه التعليمي، وكل توجه له خصائص. فالتوجه الفلسفي له خصائص: النزعة الشكية والعقلانية واستقلالية الفكر. التوجه المنطقي له أيضا خصائصه. التوجه آه، المنطقي لابد من مناقشة الحجة، ويبين لنا أنواع الحجة واكتشاف مدى صحتها، وكيفية استخراج المغالطات في الحجج، والتعرف على الأخطاء الشائعة في التفكير، والتفريق بين الاستنباط والاستنتاج والاستقراء. عندي التوجه الفلسفي أيضا، وده بيركز على التفكير بوصفه إحدى صور التفكير العليا اللي بتشكل البناء المعرفي للفرد. أنا بستعرض معاك بعض الجزئيات لهذا المنهج المقرر، ولكن أريد أن أقول إننا في اللقاء القادم سوف يكون أسئلة على الكتاب، أسئلة على الكتاب. وهذه الأسئلة يعني تستلزم منك يعني بنوع من الجدية والمهارة والسرعة أن تذاكر هذا الكتاب مذاكرة جيدة، لكي نتدرب على طرق الأسئلة فيه. غالبا الاختبار هيكون حوالي 100 سؤال، في 50 سؤال من الكتاب و50 سؤال من خارج الكتاب. 50 سؤال من خارج الكتاب عبارة عن حالات بيأتي عليها بعض الأسئلة. حالات: كيف تكون هذه الحالات؟ قصة مثلا بحكيها لك، وبعدين باجي أسألك في هذه القصة تطبيقات على الكتاب. أقول لك مثلا أسلوب فلان في الكلام ده فيه مغالطة، أي نوع من المغالطة. وهنتكلم على أنواع المغالطات، وأنواع المغالطات أرجو أن أنت نصيحة ليك: لو بدأت في هذا الكتاب، خد الفصل السابع ده، ابدأ بيه. ابدأ بيه، هتلاقيه يديك بلورة وفكرة طيبة جدا عن أهداف هذا المنهج. لأن هتلاقي في الفصل السابع حياتنا اليومية كلها وما يدور فيها من أجهزة الإعلام، ونحن في حالة الآن النماذج كثيرة جدا على ما يحدث من حولنا من خلال أجهزة الإعلام وغسيل المخ والحرب الإعلامية الشرسة، سواء من أطراف داخلية أو أطراف خارجية. سنجد هذا كله ونستطيع أن نقيم هذه الرسائل الإعلامية. هنتعرف على البروباجندا، وإيه هي البروباجندا، وكيف والأهداف من البروباجندا. وطبعا هي أهداف في معظمها أهداف ليست طيبة. فالبروباجندا تهدف إلى التضليل، وتهدف إلى اجتذاب الجمهور بالباطل إلى أفكار معينة. وهنعرف الكلام ده إن شاء الله من خلال الأسئلة اللي احنا هنسألها على المنهج. إذن من المحاضرة القادمة إن شاء الله هيبقى معانا، أنا عندي 3 لقاءات معاكم. في كل لقاء هقدم لك مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة مع الإجابات هنتدرب عليها. فأرجو قبل ما أبدأ تكون حضرتك قريت الكتاب كله قراءة سريعة طيبة. الكتاب متاح على الموقع PDF، وطبعا ممكن هتشتروه، يعني الإدارة هتوفره لكم، لأن أنت بتخش الاختبار بهذا الكتاب، بيبقى الكتاب معك. بس لابد أن أنا أصدق قول: لو يكون الكتاب معك وأنت مش مذاكر، لن تستطيع أن تستفيد منه بأي طريقة. ليه؟
انت عندك لما يكون 100 سؤال في ساعتين زمن، هتقعد تبحث عن كل سؤال في قد ايه زمن؟ لكن الكتاب يساعدك جدا لو انت مذاكر وعارف موضع كل شيء، فجي سؤال انت شاكك فيه فتستطيع ان تعود اليه سريعا. لكن الزمن محسوب في مثل هذه الامتحانات، اختبارات الأوبن بوك، الزمن بيكون فيها محسوب بدقة شديدة جدا جدا جدا. فأرجو يعني قبل اللقاء القادم نكون قد أتممنا قراءة هذا الكتاب، حتى نستطيع أن نتفاعل، أو تستطيعون أن تتفاعلوا مع الأسئلة وتقيس قدراتك من خلال المنهج. شكرا لكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بهذا المنهج، وأتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.